ما لا يدرك كله لا يترك جله. ماما تعبت قوي علشاننا، وكمان علشان ما كانش في حاجة في ايديها تعملها غير كده. احمد قرب مننا كتير، وماما بقت بتثق فيه جدا، حتى كانت بتخليه يوصلني بالعربية بتاعتنا. هو ليه احمد عمل معايا كده؟ مش سهل ابدا ان انسان يدي جزء من جسمه، جزء غالي على جسمه، لحد. قلت له ماما طنط قالت لك ايه؟ بعد ما قلت لماما اني عايزة اتجوزك قالت لي ما ينفعش، لان الحياة ملهاش طعم. حياتي وقفت عند الكلمة اللي سمعتها منه. أنا أمنية، طالبة في تانية كلية تجارة، عندي 20 سنة. مشكلتي بدأت من أكتر من سنة تقريبا. بابا متوفي من 3 سنين، ساب لنا مطعم سمك. من بعد بابا ما مات، ماما هي اللي بقت تدير المطعم. هي أصلا ربة منزل، بس طبعا كان لازم تشيل المسؤولية، خصوصا ان ماليش غير أخ واحد بس صغير. حتى بابا كان بيعمل هو كل حاجة في شغله والمطعم بتاعه، وما كانش بيقول لنا على اي حاجة تخص المطعم او اي حاجة تخص عموما، فما كانش مشايلنا مسؤولية اي حاجة انا وماما. فاحنا اتصدمنا بموت اللي جه فجأة وقلب لنا حياتنا رأسا على عقب. بعد ما تجاوزنا الفترة دي، ابتدت ماما تنزل المطعم، مع انها كانت خايفة شوية، حاسة اننا هنتسرق لاننا ما عندناش خلفية عن اي حاجة او اي شيء. لحسن الحظ كان في واحد شغال مع بابا، كان عارف كل حاجة تخص الشغل اللي هو المطعم. هو بصراحة شخص محترم جدا، اسمه احمد. ساعد ماما كتير وفهمها كل حاجة تخص الشغل، وكان امين جدا. هو المطعم كان كبير وشغله ما شاء الله حلو جدا. هو الشاب ده على فكرة عنده 25 سنة، اللي هو احمد. كان اوقات بيشتغل في الدليفري، اوقات في الحسابات وفي الويتر، يعني كان شغال في اكتر من حاجة، وايده في كل حاجة تقريبا. ماما تعبت قوي علشاننا، وكمان علشان ما كانش في حاجة في ايديها تعملها غير كده. احمد قرب مننا كتير، وماما بقت بتثق فيه جدا، حتى كانت بتخليه يوصلني بالعربية بتاعتنا لو عندي مثلا درس او حاجة، ايام ما كنت في ثانوي. وللأمانة هو كان محترم جدا، وعينيه ما بتترفعش فيا ابدا، ولا حتى بيحاول يتكلم معايا ولا يفتح كلام معايا. انا خلصت ثانوي ودخلت جامعة، وفي سنة اولى جامعة حصلت لي يعني مشكلة صحية. كان بيغمى عليا ساعات، وبيحصل لي زي تشنجات وانا نايمة، ودايما بحس ان انا عطشانة وعندي شحوب في وشي دايما. رحت كشفت، والدكتور قال لي للأسف بعد فحوصات كتير ان عندي فشل في وظائف الكبد، ولازم يتعمل لي زراعة كبد. اخويا كان صغير وما كانش ينفع اخد من حد اقل من 18 سنة، وماما خدوا منها عينة، قالوا ما ينفعش، مفيش توافق صحي بيني وبينها. ماما كانت بتحكي وتتكلم مع احمد في الموضوع. انا اتفاجئت جدا لما عرفت من ماما اللي حصل منه ده، فقلت مثلا يمكن عايز ماما تديه فلوس ولا حاجة. انا كنت ببصله دايما على انه سواق دليفري شغال عندنا وخلاص. المهم هو عمل الفحوصات كلها، والغريبة جدا ان في توافق وتطابق كبير جدا، سواء في نوع فصيلة الدم والكبد بتاعه بتاعي، وكان مناسب جدا انه يتبرع لي بفصل كبد. اللي فاجئني اكتر انه حتى مرضيش ياخد اي فلوس مننا بعد محاولات كتير من ماما. هو قال لماما انا مش ببيع اعضائي ولا حتى ببيع كل فلوس الدنيا اللي بتملكوها، ما تعوضنيش عن جزء من جسمي، بس انا بتبرع لبنتك لاننا اهل، وبنتك زي اختي بالظبط. انا فعلا معتبرها اختي. احمد مامته كانت بتيجي تخدمنا في البيت، او بمعنى اصح تساعد ماما في شغل البيت. الموضوع ده كان زمان واحنا صغيرين، بس دلوقتي هي تعبت وجالها مشاكل في رجليها وما بقتش تيجي، حتى متطلعش من البيت. علشان كده هو بيشتغل من زمان. حتى باباه متوفي من زمان برضو، وله اخ من سني تقريبا، فهو اللي كان شايل مسؤولية البيت كله. المهم عملنا العملية، وكنت خايفة جدا لانها كانت عملية كبيرة، وخلصنا العملية الحمد لله، عدت على خير. وبعدها بأسبوعين فضلنا قاعدين في البيت ولابسين زي كمامة حوالي يجي 3 شهور كاملين. بصراحة كانت تجربة صعبة جدا عليا. خلال ال3 شهور دول حد غيري مثلا كان يفكر في تعبه وان هو ازاي يخف، وعايزة حد يخرجني من اللي انا فيه ده، بس انا لا، كنت عمالة بفكر دايما هو ليه احمد عمل معايا كده. مش سهل ابدا ان انسان يدي جزء من جسمه، جزء غالي على جسمه، لحد لمجرد بس زي ما بيقول هو احنا اهل. اكيد في سبب تاني خلاه يعمل كده. انا كنت مستنية ال3 شهور دول بس يعدوا بسرعة، مش علشان اروح الجامعة ولا اخرج مع صحابي او اشوف صحابي، لا بالعكس، علشان حاجة واحدة بس. كنت عايزة اسأل احمد هو ليه عمل كده. معقول يكون بيحبني؟ انا عمري ما حسيت باي حاجة من ناحيته، لاننا حتى ما كناش بنتكلم كتير مع بعض ولا بنتقابل. بس المهم خلال ال3 شهور دول بس حسيت اني بحبه جدا. حسيت ال3 شهور دول زي ما يكون عمر كامل،
بسبب الأحاسيس الكتير والتغيرات اللي حصلت لي. ال3 شهور دول عدوا وكنت مبسوطة جدا علشان هشوفه. المهم قابلته، أول ما شفته حسيت إن قلبي بيدق جامد وهيحصل لي حاجة. بقيت أحط إيدي على قلبي وأقول اهدى ما تفضحنيش. سألته وقلت له ليه عملت كده معايا؟ قال نفس الكلام برضو اللي قاله لماما، إن احنا أهل والكلام ده كله. المهم يوم بعد يوم بقيت أقرب منه أكتر، وبقيت متلهفة دايما إني أشوفه، وكنت مستنية إنه يقولي في يوم بس بحبك. احنا كبيت أو أسرة الحمد لله ملتزمين ونعرف ربنا، سواء بابا الله يرحمه أو ماما أو أنا أو أخويا حتى أحمد كمان كده. فأنا بالنسبة لي إنه يقولي كلمة بحبك يعني يجي يخطبني على طول وبعدين نتجوز، مش أي حاجة تانية. في يوم كنت رايحة الجامعة وكان عندي امتحان وهو كان موصلني، وهو من وقت العملية كنت بركب في الكرسي اللي هو قدام في العربية، وكان بيطمني دايما. وفي اليوم ده بالذات علشان كان عندي امتحان وكنت خايفة عشان أحله كويس. بعد ما خلصت امتحان هو جالي وانا رايحة اركب العربية. اول ما شفته كنت مبسوطة جدا. اول ما شافني فجأة كده لقيته بيقولي بحبك من غير ما افكر. لقيتني بقوله فجأة اخيرا ابو الهول نطق. ضحكنا احنا الاتنين وكنت فرحانة جدا جدا لاني كنت مستنية اللحظة دي. مش عارفة هو كان متعاطف معايا ولا ايه عشان كنت تعبانة. بس بعد فترة بسيطة جدا لقيته بيقولي انا عايزة اتقدم لك. في مشكلة؟ قلتله مشكلة ايه؟ لا طبعا، تعالى ولازم تتقدم لي وانا هقول لماما. كنت طايرة من الفرحة. روحت البيت وماما ما كانتش موجودة، استنيتها. بعد ما قلت لها في الاول كانت مترددة شوية على اساس انه شغال عندنا وبس بس كل اللي يشفع له عندها بعد اللي عمله معايا ومعانا بعد ما بابا توفى. ماما وافقت طبعا، ورحت اتصلت باحمد وقلت له على طول. المهم الصدمة الكبيرة بعد ما قلت له تعالى عندنا يا احمد علشان تخطبني، راح قايل لي لا ما ينفعش وربنا يرزقك بشخص احسن مني، وقفل معايا. وفضلت اكلمه كتير جدا ما بيردش وانا عماله بعيط. بقيت هتجنن. قلت لنفسي هو ليه بيعمل كده؟ ايه اللي حصل خلاه يقول لي الكلام ده؟ هو اتجنن؟ طيب حصل ايه؟ المهم لقيته بعد فتره هو اللي بيكلمني وبيقول لي ما تزعليش مني يا امنيه لاني ما ردتش عليكي، بس انا كنت تعبان جدا ومصدوم من اللي ماما قالتهولي. قلت له ماما؟ طنط قالت لك ايه؟ بعد ما قلت لماما اني عايزه اتجوزك قالت لي ما ينفعش لانك اختي. قلت له نعم؟ اخت مين؟ انا كل اللي اعرفه ان ليا اخ واحد بس واصغر مني. راح احمد قايل لي ماما ايام ما كانت بتيجي عندكم زمان كانت بترضع اخويا اللي اصغر مني، وكانت بترضعك كمان اوقات كتير مش اقل من 10 مرات. قلت له 10 مرات؟ يعني انا اختك في الرضاعه؟ انا اغمى عليا بعد ما اخلص كلام. بعديها ماما جت ولحقتني، وهو كمان جه البيت عندنا وحكى لماما كل اللي حصل. حتى ماما ما كانتش تعرف عن موضوع الرضاعة ده، او بمعنى اصح ما كانتش عارفة ان عدد المرات اللي انا رضعت فيها كتير كده. كانت مفكرة انها مرة واحدة بس ولا 2. فضل هو وماما يقنعوني اني ما ينفعش ازعل وده نصيب، بس انا ما عرفتش اتعايش مع الصدمة دي. انا تعبت جدا بعديها. الموضوع ده حصل من 6 شهور تقريبا، وحاسة كأنه لسه امبارح. هو ليه الدنيا جاية كده ضدي ومعاكسة معايا؟ انا كل حياتي تعب كده. فقدت بابا في سن صغير، والتعب اللي جالي ده والصدمة الكبيرة والأكبر في الشخص اللي أنا حبيته يطلع أخويا. الحياة ملهاش طعم. حياتي وقفت عند الكلمة اللي سمعتها منه إن أخويا. ودي رسالة وصلتنا من أمنية وردنا عليكي كالآتي. بصي حبيبتي، في البداية طبعا عايزة أقولك حمد لله على سلامتك، ده أهم حاجة. أنا مش عارفة وأنا بقولك ردي على مشكلتك أو حلها في البداية كده أباركلك على قومتك بالسلامة ولا أواسيكي. هي صدمة كبيرة طبعا اللي انت فيها، كأنك خدتي دش مية ساقع جدا. انا بحاول بس ادخل روح الكوميديا شوية علشان ما تزعليش، وكمان لان الجميل في الموضوع ده كله ان الدنيا لسه بخير، وفيه ناس لسه فيها خير بتقدمه من غير مقابل، والصفحة مش سودة، ولسه فيه شباب زي احمد كده بيعملوا خير وعندهم شهامة ومروءة اللي اندثرت او تكاد ان تندثر هذه الايام. احنا دلوقتي بنسمع مصايب وحاجات ما يصدقهاش العقل بتحصل من شباب. احمد ده شخص امين ومحترم جدا، وكان امين على مالكم وما حاولش في لحظة بس انه يقرب منك، بل بالعكس انت اللي حاولتي تقربي منه اكتر بعد عمليتك وتحبيه. فهو على ما اعتقد حب حبك ليه
لانك محترمة ومتعلمة ومش هيلاقي حد احسن منك. احنا بنوجه له تحية كبيرة جدا وشكر على اخلاقه وتصرفه معاكم في الاوقات الصعبة اللي مريتوا بيها، وده فعلا النموذج والقدوة اللي المفروض الشباب يقتدوا بيها. دي حاجة. الحاجة التانية، احنا مقدرين الصدمة اللي انت فيها حاليا، طبيعي جدا تكوني مصدومة من اللي حصل معاكي. شاب زي ده محترم وشهم وجدع وراجل، بالاضافة لكده اتبرعلك بالكبد بتاعه او فص من الكبد اللي هي حاجة مش هينة. طبيعي تحبيه جدا، ولو في حاجة اكتر من الحب كانت هتحصل وكنت هتحسي بيها ناحيته طبيعي جدا. اذا كان بيبقى شخص عادي جدا ما بيعملش تمن اللي عمله احمد معاكي، ومجرد ما بيحصل اختلاط او انسجام او زي ما بيقولوا استلطاف مع بنت بتحصل ألفة وبعدين حب. وزي ما بنشوف شباب كتير إلا ما رحم ربي بيضحكوا على بنات بمجرد بس انهم بيهتموا بيهم شوية، والبنات بتتعلق بيهم وبتديهم ممكن أغلى ما تملك. الشباب دول بيكونوا عايشين دور البراءة مع البنات، بس في حكمة بتقول معظم الأوغاد يمتلكون ملامح بريئة. لكن أحمد ده شخص محترم، فهو ده المكسب الكبير في الموضوع كله. في مقولة بتقول ما لا يدرك كله لا يترك جله. انت كسبتي أخ محترم وشهم وجدع وبس. فيه مقولة بتقول ما لا يدرك كله لا يترك جله. انت كسبتي أخ محترم وشهم وجدع، بس للأسف خسرتيه كشريك حياة. الميثاق الغليظ اللي ما بين الزوج والزوجة دي حاجة كبيرة قوي، حاجة قوية جدا، لكن ممكن تتفك بكلمة واحدة بس، هي الطلاق. أما الميثاق اللي بين الأخ وأخته، سواء بقى شقيقك من الأب والأم أو من الرضاعة، ده ميثاق ربنا هو اللي وضعه، ميثاق قوي جدا. هو الأخ هو اللي بيدوملك. هو كان محتاج الفلوس جدا وقت ما عرضتوها عليه، ما كنت هتعملي العملية، ومع ذلك رفضه واتبرع عليك بفص كبده بدون تردد، كأن كان في إحساس عنده إنك أخته أو منه، زي ما انتي ما كنتيش عارفة ليه عمل معاكي كده. أنا مش عايزة أطول عليكي بس في الرد، بس في النهاية عايزة أقولك وأقول لكل الشباب في مرحلة عمرية بتكون من 15 ل25 سنة تقريبا، اسمها متلازمة الحب. بيكون إن الشباب عندهم طاقة كبيرة، بيبحثوا أو بيدوروا عن الحب دايما وحابين إنهم يحبوا، ودي فطرة. عايزة أقولك إن الحياة لا تقف على باب أحد. الشاب ده حبتيه وكان عندك حق بعد اللي عمله معاكي. طيب لو ما ظهرش في حياتك أكيد كنتي قابلتي حد تاني وكنتي حبتيه، لا أيا كان السبب إيه. ولو حتى في أي مكان تاني برضو كنتي لقيتي حد وحبتيه، حتى لو في دولة تانية. فالحياة فيها ناس كتير يشبهونا، فانتي اللي حصل مع أحمد إنك فتحتي له كل مغاليق روحك، ومش هقدر ألومك على كده، أي حد في مكانك كان عمل كده برضو. فانتي مش متقبلة إنك أو مش قادرة تشوفي حد تاني غير إنه يكون زوج ليكي، ومش عارفة تتقبليه كأخ. انتي لو فكرتي بس في الموضوع كويس هتلاقي نفسك كسبتيه كأخ، وكل المشكلة دلوقتي في الإحساس الداخلي اللي وصلتيله. فانتي احمدي ربنا يا حبيبتي على خروجك بالسلامة من عملية كبيرة زي دي، ومشكلتك حلها انك تحاولي تغيري زاوية الرؤية اللي بتبصي منها للشخص ده اللي هو أحمد. ومع الوقت أكيد هتنسي، لأن الدنيا مش هتقف عليه، وده قدرك وحكمة ربنا في اللي حصل لك ده. وإنك تكسبي شخص زي ده كأخ وسند وعون دائم ليكي، وإن شاء الله نتمنى لك كل خير، ونتمنى لك راحة البال والسعادة والطمأنينة. إن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة من حكايات مريم.